الفيديو ده للناس الموسوسة. هنعمل كفتة الرز في البيت بكل نظافة وبكل سهولة. جايبة لحمة مفرومة وغسلاها وفرماها في البيت وكل حاجة بإيدي. وبعد كده جايبة شبت وكزبرة وبقدونس، برضو واخدة نص كل حزمة، واخدة نصها مع ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلاية متوسطة متقطعة 4، وقرن فلفل أخضر، و4 فصوص توم. والرز نقعته وبعد كده صفيته وسبته اللي هو لما ينشف خالص، وفرمته في المطحنة بتاعة الخلاط. ومعايا بقى التوابل بتاعتي، مرق دجاج وملح وكمون وسبع بهارات. هبدأ ان انا انزل بقى بكل حاجة نص الكمية كده في الكبة. ممكن ان انا احطهم كلهم في بولة واقلبهم مرة واحدة وانزل بحبة حبة على حسب حجم الكبة. نزلت كده بالخضرة والبصل، هفرمهم كويس مع بعض. دي طبعا نص الكمية. نزلت بنص كمية الكزبرة والبقدونس والشبت ونص البصلاية، وابتديت ان انا افرمهم مع بعض. بعد كده هحط الفلفل زي ما انتوا شايفين برضو نص الكمية، وهحط الثوم. هنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وكمون ومرق الدجاج وسبع بهارات. هفرمهم بقى كويس مع بعض. هنزل كده الجوانب عشان كله يبقى مفروم. انا ما حبيتش ان انا احط كله مره واحده، لازم اضمن ان كل حاجه اتطحنت كويس او اتفرمت كويس. هبدا برضو ان انا افرمهم كويس كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدا انزل بنص البودر بتاع الرز. انا ممكن احط الرز زي ما هو منقوع ومغسول واحطه عادي، بس انا حبيت ان انا اعمله كده عشان يكون ناعم ما يكونش خشن معايا. هبدا بقى ان انا افرمه بقى مع الخضار كويس والبصل. بلاش ان انا اكتر البصل علشان السوائل كتير بتخلي الكفته تفك. فانا حطيت بصلايه متوسطه، وحطيت عشان انا عامله ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا يزن هنا لازم يحط التاتش بتاعه، بيحب الخلاط وبيحب الكبه وبيحب الحاجات دي جدا، فحب ان هو يفرم معايا. عاجبه الكبه جدا. فانا ربع كيلو من اللحمه حطيت عليه نص حزمه من الكزبره ونص حزمه من الشبت ونص حزمه من البقدونس. وضفت عليهم بصلايه متوسطه وقرن فلفل اخضر واربع فصوص من الثوم. هنزل بنص كميه اللحمه برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخر حاجه خالص بحط اللحمه واديها كده برضو فارمه باللحمه. هتبدا تلف معايا بقى كده ويتجانسوا كده مع بعض. بجد المقادير دي مظبوطه بالظبط. ربع كيلو اللحمه المفرومه طبعا ما يكونش فيها دهن، لازم اكون فرماها على ايدي. بحط عليها كوبايه رز مطحون او كوبايه من الرز. انا بحب احط ربع كيلو لحمه عليه كوبايه من الرز، ونص حزمه من كل حاجه في الخضار، وبصلايه متوسطه. ما دي سهله خالص وبسيطه. وممكن نضاعف الكميه على حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها. ممكن نضاعف الكميه ونعمل مثلا كوبايه رز على نص كيلو اللحمه. انا عامله ربع بس لان هي وجبه يوم واحد. هنزل بالنص التاني اهوت. نزلت بالخضره والبصل والثوم والفلفل والتوابل بتاعتي. هفرمهم بقى كويس. هبدأ ان انا اظبط كده بقى الجناب وكده عشان ايه يتفرموا معايا كويس، ما يكونش في حتت كبيرة او حتت من البصل، عشان ما يخلوش الكفتة وانا بصبحها تكون مش مظبوطة او تكون مش حلوة. لازم تكون ناعمة جدا. هنزل بقى بالرز واخلطهم مع بعض كويس. ما خدتش مني وقت خالص، نظافة طبعا وجودة احسن كتير من بره. وما خدتش مني وقت ولا مجهود ولا نزلت ولا رحت ولا جيت. بجد انا بقرف جدا ان انا اعملها بره. انا طول عمري بعملها في البيت. انا مش ضامنه المكنه بيكون فيها ايه، وفيها بواقي بقى من اليوم اللي قبله، وفيها حاجات مش حلوه خالص وحاجات مش نظيفه. فبتجنب بقى ده كله واعملها في البيت بايدي. انا بكون غاسله اللحمه وفرماها. ولو مش بفرمها في البيت بغسلها وبفرمها عند الجزار، بخليه يغسلها لي ويفرمها لي. بجد بقى كل حاجه ضامنه نظافتها في ايدي يعني. انا مش حابه ان انا اشتري حاجه انا مش عارفه المكنه دي كانت مغسوله ولا مش مغسوله المفرمه. في بواقي اكل من قبليها. حاجتي على حاجه غيري، على مش هيغسل لكل واحد يعني ورا التاني. فانا ضامنه حاجتي في البيت بايدي احسن. هفرمها بقى كويس.
بعد كده هبدأ ان انا اعمل التسبيكة بقى، احط معلقة من السمنة، اخليها تسيح كده معايا، وهنزل ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة. هبدأ احمر البصلاية. انا مش بحب اغمق البصلاية في الطبيخ، انا بحب بس تكون لونها اصفر، بتكون مسكرة كده وطعمها احلى من اللي هو لما تكون خلاص بقى قضيت على البصلاية خالص حمرتها. هي بتديني اللون الاصفر دوت. وابدا ان انا انزل بصلصة الطماطم زي ما انتوا شايفين، دي صلصة متسبكة، والفيديو عندكم على القناة لو حابين تشوفوا الطريقة. خلاص هي متسبكة طبعا، فخلاص هي بدأت ان هي تنشف اهي. احط مرقة الدجاج، واحط ملح وفلفل اسود بس، مش هحط اكتر من كده. انا مبحبش ازود في التوابل بتاعة الطبيخ، مبحبش اغير طعم الاكل. كده خلاص انا خلصت التسبيكة بتاعتي وجاهزة معايا. هبدأ بقى ان انا اصبع الكفتة. هبل ايدي بحبة زيت كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اخد الصباع بتاع الكفتة، هعملها دايرة الاول، وبعد كده هبدأ ان انا اصبعها. طبعا الحجم على حسب ما تحبوا، في ناس بتحبها طويلة، وفي ناس بتحبها قصيرة، في ناس بتحبها تخينة، على حسب ما تحبوا يعني الصباع اللي ترتاحوا له. في ناس بتعملها مدورة، انا بعملها كده وسط، يعني ولا كبيرة ولا صغيرة. كمان عشان وانا بحمرها تستوي من جوه، عشان نعرف ناكلها محمرة. طبعا مفيش حد ما بيحبهاش محمرة. كده خلاص بدأت ان انا اخلص الكمية بتاعتي، هي قربت تخلص. شايفين حلوة جدا وسهلة جدا كمان في التصبيع، يعني مش بتشقق ولا اي حاجة، طرية جدا، والعجينة حلوة جدا، وما استهلكتش مني اي وقت خالص. وكمان ما حسيتش ان هي محتاجة تتحط في التلاجة شوية او في الفريزر او اي حاجة. هي كانت حلوة جدا. اول ما فرمتها ابتديت ان انا اشتغل فيها. يعني لو حسيت ان هي سايبه معاكي شويه، ممكن تحطيها في الفريزر شويه او في التلاجة تمسك نفسها. بس انا الصراحه ما خدتش مني اي حاجه خالص من الحاجات دي. هو انا اول ما عملتها ورحت مصبعاها على طول. وزي ما انتوا شايفين شكلها كده مظبوطه وحلوه جدا. لو المقادير مظبوطه هتطلع معاكي مظبوطه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. اهم حاجه ظبط المقادير، وما نزودش السوائل عشان السوائل بتخليها تفك. وما يكونش اللحمه فيها دهون، عشان الدهون برضو لما بتسيح في الزيت وهي بتتقلي بتخلي الكفته تفك. خلاص خلصت الكمية بتاعتي، هي كمية حلوة جدا، هي قد الوجبة. ممكن نعمل اكتر ونفرزها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجة. ممكن نحمرها ونشيلها في الفريزر محمرة لأي وقت، نحطها في الصلصة وخلاص. هحط بقى زيت سخن، وابدأ ان انا انزل فيها بصوابع الكفتة كده، لازم الزيت يكون سخن جدا. هنزل بقى بصوابع الكفتة كده. طبعا هيبان في الوقت دوت اذا كانت ناجحة او مش ناجحة. لو فكت او شققت او اي حاجة حصلت لها، يبقى في حاجة في العجينة نفسها مش مظبوطة. عفوا. ابدا بقى ان انا احمرها كده. اول ما تبتدي ان هي تحمر معايا، هقلبها على الوش التاني. لازم برضو كمية الزيت تكون كده كويسة، ما تكونش قليلة عشان ما تحرقليش الكفتة. ومسهاش عنها خالص، ما بتاخدش وقت. لازم اكون واقفة جنبها كده عشان ما تتحرقش ولونها يغمق، عشان لو لونها يغمق بتكون ممررة شوية في الصلصة، فلازم لونها يكون اللون الدهبي اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. بص بقلبها كده على الناحية اللي استوت عشان ما تحمرش زيادة. هي خلاص ابتدت ان هي تحمر معايا، شايفين اللون بتاعها ما يغمقش عن كده عشان ما تمررش. هبدأ اطلعها كده. مقرمشة جدا وحلوة قوي، وبجد تحفة، كفاية ريحتها. هنزل بباقي الكمية. بصوا بقى لونها وشكلها حلو جدا، ولونها حلو جدا من جوه. شايفين لونها اخضر ازاي من جوه، ما اسودتش ولا اي حاجة. وكريسبي كده من بره وطرية من جوه. بجد حلوة جدا. وانا عملت كورتين هنا عشان انا بحب دايما اعمل منها كورتين صغيرين. دي هنا بعد السرقة، طبعا كلنا ما صدقنا ان هي طلعت من الزيت. دي بعد السرقة حبيت اوريكم ان هي اتسرقت نصها اصلا.
احنا بنحبها محمرة جدا، مفيش حد بيحبها بالصلصة، بس برضو مصرين ان احنا نحطها في الصلصة. يعني جوزي قال لي بلاش تحطيها في الصلصة وناكلها كده، بس هو احنا بنحطها في الصلصة عشان نعرف ناكلها بالرز. طلعت بقى الكمية التانية، شايفين لونها حلو قوي. هبدأ بقى ان انا اضيفها كده على الصلصة. شايفين لونها حلو قوي. هبدأ اضيف بقى كوبايتين من المية عشان تسوي الكفتة في الصلصة. طبعا الصلصة ناشفة، فلازم ان انا ازود لها كوبايتين من المية، وطبعا حاطة مكعب مرق، بتديني طعم حلو جدا. لو حابين تضيفوا شوربة ممكن تضيفوا شوربة. هضيف بقى بطاطساية صغننة متقطعة مكعبات، بتبقى حلوة جدا. البطاطس بتكون شاربة كده من الكفتة، بتبقى حلوة جدا. وفي ناس بتحب تحط بسلة، في ناس بتحط اي حاجة تحبوها، بس بتبقى حلوة جدا مع الكفتة. بدأت احمر الشعرية وانزل عليها بالرز، واحط الملح ومرقة الدجاج، وازود المية بتاعتي. واول ما يتشرب هوطي عليه، وخلاص كده الرز بتاعي خلص. شايفين الكفتة بقى محتفظة ازاي بحجمها وبشكلها؟ بجد تحفة. ما خشتش ولا جرالها اي حاجة، ولا شققت ولا اي حاجة، محتفظة بشكلها ازاي. وطعمها حلو جدا. وكفاية طبعا شكلها انتوا شايفينه، وبتكلم عنها من غير ما انا اقول. الشكل ازاي مظبوط، ولا مشققة ولا مكسرة ولا فيها اي حاجة خالص، والبطاطس مستوية وحلوة جدا. والرز زي ما انتوا شايفين مفلفل وحلو جدا. والطريقة اصلا بتاعت الكفتة هتعجبكم جدا، ولو عملتوها مرة في البيت هتبطلوا اللي انتوا تعملوها تاني في بره خالص. كفاية ان هي معمولة بنظافة، ومعمولة قدام عينينا، وغاسلين كل حاجة بايدينا، ومطلعين الجودة دي. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار.